الدستور يجيب على هذا المسألة بطريقة واضحة، تيقول على أنه المؤسسة البرلمانية راه منفصلة عن الحكومة. المسألة الأولى، إذن هذا ماشي مسألة رأي، مسألة قانون مبادئ. مسألة أخرى تقول على أنه المعارضة عندها دور. إذا هذه المعارضة ما قدرتش تقدم واحد مرشح اللي عنده مصداقية، لا أتكلم على المسلم، أي أحد كان غادي يترشح باسم المعارضة غادي يكون نفس الدعم ديال المعارضة. إلا ما كانش المعارضة قادرة أنها تعزز الصفوف ديالها في معركة ضد الحكومة، فما هو دور المعارضة؟ إذن يعني هادو ماشي مسألة يعني انطباعات أو رأي، هذا يعني ما يحكمنا جميعا. وهذا الأدوار لأنه في مجتمعنا اليوم كاين مؤسسات، هذه المؤسسات إذا طلعت الدور ديالها كاملا لم تمارس أي سطو على مؤسسات أخرى، يعني غادي يكون واحد التوازن وغادي تكون واحد الهندسة الدستورية غادي تتمشى مزيان وغادي يمشي البلاد يعني بواحد الطريقة ديمقراطية مؤسساتية إلى آخره. وإذا كان واحد الميل يعني لمؤسستين ضد مؤسسة أخرى، هذا التوازن ما غاديش يتمشى. وهذه لحظة لصيانة هذه المبادئ، ولحظة يعني أساسية كيف ما كانت النتيجة. دستور نفس الدستور اللي تيقول رئاسة الحكومة تعود إلى الحزب اللي تكون نتائج الانتخابات، تقول أنه رئاسة مجلس النواب هو انتخاب سري في بداية ومنتصف الولاية. المعارضة تقدم مرشحها. أين هي هذه المعطيات الجديدة التي أرادت المعارضة أن تضيفها، أن تغير بها الوضع السياسي؟ إذا تغيرت الأمور في بلادنا تتغير لأنه الدستور تغير، لأنه الدستور جاء بمبادئ ديمقراطية جديدة. إذن الممارسات تتغير وفق الدستور الجديد، وعلى المسؤولين أن يجسدوا في سلوكاتهم وفي عملهم هذا الدستور الجديد. إذن لو كان مشينا على الاتجاه القديم أنه صافي الأغلبية عندنا العدد ديالها بلا ما نشوفوا إلى آخره، غادي نكونوا ضربنا فرض الأحد حقيقة واحد يعني مبدأ أساسي ديال الدستور، وغادي نكونوا ما مارسناش العمل ديالنا والمسؤولية ديالنا. عملنا هذه الخطة باش نحسنوا الأداء ديال هذه المؤسسة. مازال كثير ما يتعمل، بعض الأشواط تم يعني القطع ديالها، ولكن مازال أمامنا الكثير. وهذا الهاجس راه حاضر عند النواب، حاضر وفي واحد المرحلة ديال تنزيل الدستور ديال الأعراف الجديدة اللي خاصنا نسخوها. إذن هذا الجانب يعني مهم إلى جانب الانتماء إلى الأغلبية أو إلى المعارضة إلى آخره. أما عن الأستاذ رشيد الطالبي، أخذ سأل على مشروعية ديال الترشح ديالو، الأغلبية اجتمعت قررت أن ترشح أحدها، وهذا شيء يعني طبيعي جدا. اللي ماشي طبيعي هو أن نقدمه أو أن نقدم أي أحد كأنه اتخذ القرار، وأنه من حاول أن يغير هذا القرار كأنه يعني يعمل شيء خارج القانون. هو العكس. من قدم هذا القرار كأنه قرار اتخذ هو اللي يرد، اللي كيقرر هو مجلس النواب وبالتصويت السري. وهذه المسألة ديال التصويت السري ماشي غير شكلية، مسألة هي حماية للنائب والتصرف ديالو والسلوك ديالو والقناعات ديالو باحترام تام يعني انتماءاته وانضباطه الحزبي إلى آخره. الحوايج رئيس بعد انتخابي سواء كان الأغلبية والمعارضة، ولا كنت أنا غادي نبقى نمارس بالضبط بحال كنت كنمارس ملي كنت من الأغلبية كنكون محايد، وملي كنت من المعارضة كنت كذلك محايد. إذا كنتفرغ نجربوا باش غنكتشفوا شي حاجة، نجربوا لأن هذه منذ سنة وأنا أنتمي إلى المعارضة وأتعامل بحياد تامة. إذا الحياد ما غاديش نستعمل الانتماء ديالي كمعارضة والصفة ديالي والسلطة ديالي كرئيس مجلس النواب باش نعقل العمل الحكومي. ما غادي نديروها، لكن في رأي المعارضة في حلبة العمل اللي هي قاعة الجلسات تمارس يعني عملها بكل حرية يعني تثبت يعني الدور ديالها
كمعارضه تجاه الحكومه وتحسن الاداء الحكومه، لانه شنو المعارضه؟ المعارضه هي واحد الاله ديال تحسين وتقويم اداء الحكومه. اذا البرنامج هو خيال، وثانيا البرنامج هو خطه استراتيجيه فيها يعني 36 ورش، كدا 20 راه مكتوبه في البرنامج، راه بدا فيها الاشغال، منها النظام الداخلي، منها لجنه المراقبه الماليه، منها الهيكل الى اخره. غادي يستمروا في تفعيل هذاك البرنامج. مثلا لجنه المراقبه الماليه العامه اللي غنتكلم عليها، لجنه مهمه جدا لانه البرلمان صار يراقب الحكومه في لب العمل السياسي. شنو هو لب العمل السياسي؟ هو مراقبه الماليه العامه والطريقه باش الحكومه كتصرف الاموال العموميه. هذه اللجنه هذه التفعيل ديالها دابا صارفين عليها في القوانين النظام الداخلي، خاص التفعيل ديالها والمواكبه ديالها باش تعطي الثمار ديالها. اذا هذا مساله مهمه باش تكون هذه المنتصفات التدوينيه. كاين مساله ثانيه هي تقييم السياسات العموميه اللي هو كذلك مسطره جديده اعتمدناها في النظام الداخلي، مازال ما فعلناهاش، يعني خصنا نفعلوها بالطريقه المناسبه. كاين قانون التنظيم المالي اللي مهم جدا لانه هو اللي تيبرز فيه دور البرلمان تجاه الحكومه في مجال الماليه العموميه. اذا هاد ثلاثه العناصر ديال المراقبه الماليه العامه، قانون التنظيم الماليه وتقييم السياسات العموميه بوحدو تيبرر يعني انه هذا المنتصف الولايه الاخر تيخص يعني يكون فيه واحد الاهتمام مهم بهذه القضايا، وهي اللي داخله في البرنامج يعني ديال المرشح في المرحله المقبله. ولكن كاين عناصر اخرى، كاين المساله ديال الدبلوماسيه البرلمانيه اللي عرفت تطور مهم في الفتره الاخيره. الدبلوماسيه البرلمانيه حاولت تموقع نفسها في الجبهات الصعبه، يعني البلايص بحال السويد، الدنمارك، امريكا اللاتينيه، بعض دول افريقيا الاوروبيه اللي عندنا فيها فراغ، البرلمان بغى ينصب راسو بحال واحد الواجهه دبلوماسيه لبحث يعني اختراقات في هذه المجالات هذه وتحقيق يعني تقدمات واحرازات في هذه المجالات هذه، باش الحكومه كتجي تحميلها يعني لهذه الامور باش تحقق نتائج في هذه الامور.